في المغرب أعلنت جماعة العدل والإحسان المحظورة مقاطعتها للانتخابات المحلية والجهوية المقررة في 4 سبتمبر المقبل. وأكدت الجماعة أن الانتخابات تكرس النزعة الاستبدادية للنظام وتجرى في ظل دستور يلغي مبدأ المساءلة. كما دعا حزب النهج الديمقراطي اليساري إلى مقاطعة الانتخابات، مؤكدا أن المقاطعة شكل فعال للتعبير عن رأي سياسي رافض للفساد. انتخابات نيت ما كاينش النزاهه. كان هذا القيادي في حزب النهج الديمقراطي يشرح للمواطنين دوافع دعوة حزبه إلى مقاطعة الانتخابات المحلية والجهوية حينما تدخلت قوات الأمن لفض التجمع. يضيق صدر السلطات بمواقف من هذا القبيل، لذلك شرعت في حملة اعتقالات بين نشطاء هذا الحزب اليساري لدى توزيعهم منشورات تحث المواطنين على مقاطعة الاقتراع. نشوفوا مزيان حقوق الإنسان، نشوفوا مزيان. يرتكز موقف النهج الديمقراطي على قناعة ظل يتبناها منذ نشأته قبل عقدين من الزمن، فهو يرفض المساهمة فيما يسميها الديمقراطية الواجهة أو المشاركة في انتخابات شكلية ترمي إلى تزيين واجهة النظام. والرأي عنده ألا شيء تغير في المغرب بدليل تحكم الدولة ممثلة في وزارة الداخلية في العملية الانتخابية برمتها. يدفع النهج الديمقراطي عن نفسه تهمة العدمية السياسية، ويؤكد أن مقاطعته للانتخابات ومن قبلها للدستور تندرج ضمن ما يسميه المقاومة السياسية لنظام حكم فردي غير مستعد للمساءلة. في خط موازن تقف حركة العدل والإحسان، فهي لا ترى نفعا في انتخابات تقوم على أسس باطلة دستوريا وقانونيا وتنظيميا. كتأكد باللي من العبث نراهنوا على انتخابات كتجري بنفس الشروط اللي نجات لنا نظام الفساد والاستبداد. ومن هذه الزاوية فإن الانتخابات من وجهة نظر الجماعة مناسبة لتجديد الولاء لنظام لا يؤمن بتقاسم السلطة. حجتها أن التعديلات الدستورية أفرغت من مضامينها بما يحد من صلاحيات المجالس ويكرس تبعيتها لسلطات غير منتخبة. وفوق هذا وذلك ساقت الجماعة حزمة من المؤاخذات لتعليل موقفها من الاقتراع، بينها شكلية نظام اللامركزية الذي اعتمده المغرب بسبب استمرار الوصاية، وهشاشة المناخ السياسي لتواصل ما تسميه سياسة القمع والتضييق والإقصاء ضد القوى الديمقراطية. بعد قليل الواقع العربي